اثناء محاكمه مرسي. تمام، طبعا مش عارف هي واقفه تعمل ايه. لكن اللي انا عايز اقوله ان الموضوع فيديو دقيقه واحده خلاص. آه سهل جدا 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 ان انا اجيب واحده ست كبيره كده، خصوصا اذا كان ليها فيديوهات تانية طلعت فيها ايام رئاسة الدكتور محمد مرسي، وهي عمالة تشتم وتعمل وكده، والاعلام ايه يسلط عليها الضوء. تمام. ممكن نبص كده ناخد بالنا بس من شكلها كويس قوي. تمام. وبعدين لو رحنا على هنا اهو، الحاجة دي برضو وهي عمالة تشتم في مرسي هنا. شوف كده، هو طبعا ال الفيديو بتاع رصد. تمام، انا هو حتى جايب الصورة عليها، لكن هي دي تروح تعمل بلبلة في اي مكان ما. تمام. وطالما هي بتعرف تمثل كويس قوي ومعاها المخرج، مفيش اي مشكلة خالص ان هم يعملوا لقطة في دقيقة، مش هتاخد منهم وقت ولا جهد، والامكانيات موجودة والناس موجودة، وهي ست غلبانة ممكن اديها قرشين بحيث تعمل مشهد. الغرض منه طبعا الاغراض كتيرة الايام دي. نتفرج كده ونشوف الحاجة دي. طبعا عمالة تشتم وتقول يا ابن الجزمة والكلام ده طبعا فيديو من فيديوهات الفيديو التاني اهو. طبعا زور امك وابن الكلب ومش عارف ايه، تقدروا تتفرجوا عليها يعني. انا مش عايز بس اضيع وقت الفيديو في ان انا اقعد اتفرج على الحاجات دي. طبعا المفروض انها ست كبيرة ومحترمة، يعني المفروض ما تعملش التصرفات دي. لكن يعني انا كده انا استشفتها لما لقيتها طالعة في كذا حاجة، قلت المشهد ده لابد ان هو متركب. طبعا ممكن يعني هنتابع مع بعض دلوقتي ونشوف. هنشوف بقى ايه ازاي تمت التمثيلية دي. واحد طلع وراح عامل اشاره رابعه، لا وعاملها يعني في وش الكاميرا، يعني مش عارف غريبه شويه. ايوه. طيب. طبعا محدش خد باله قوي يعني. ولو ان هم عملوا بطأوا الحركه. لكن مش ده اللي هيلفت انتباهك. اللي هيلفت انتباهك العنوان اول حاجه، تاني حاجه الضربه نفسها. عارف انت اللي هي جت على طول وعمل يعني عمل لك بعديها حركه بطيئه كده. انت ما خدتش بالك هي الضربه اصلا جت فين. انا طبعا بص يعني انا مش عايز اوعى حد يفتكرني ان انا ببرر ان هو سواء ضربها على ايديها او طبعا ما ينفعش يمد ايده عليها. لكن انا بقول لك ان الموضوع ده متمثل. الحاجه دي متأجره، والباشا ده والباشا اللي جنبيها الثلاثه دول، واحتمال يكون كل ال 15 نفر دول. الموضوع مش صعب يعني. الموضوع مش صعب خالص. الافلام في افلام بيجيبوا فيها الاف البشر عشان يمثلوا حاجه او عشان يعملوا جيش. والافلام بتقعد بالسنين عبال ما بتنتج. الموضوع ده مش دقيقة واحدة. سهل جدا بسيط جدا انك يعني تعمل اللقطة الجميلة دي. نشوف كده مع بعض. طبعا هذه الضربة جت على ايديها ما جاتش على وشها، بس هي ايه، هي عملت ايه؟ راحت حطت ايديها على خدها. يعني ضربني على خدي. قليل الادب. واخد بالك؟ وبعدين طبعا هيقعدوا ايه، هم باين ان هم ايه بيعملوا عليه حفله او بيضربوه. المفروض ده كان اتقطع حتت، يعني ازاي يضرب واحده ست كبيره؟ انا لو شفت المشهد ده قدامي هقطعه حتت. لا هو يا دوب ايه اتزق كده وتسبله الدين والكلام ده، وبعد كده ايه راح مشي. نقدر نشوف كده. وفي الاخر يعني وسط كل الحشود دي اتساب خالص ومشي. في امان الله كده اللقطة خلصت. وبعد كده ايه هيقوم في الاخر نازل ايه بالفاينل، يعني ان المشهد خلص. بصراحة يعني الموضوع ده كتر قوي وبقى سخيف. وبصراحة يعني
في ناس طبعا اكيد، الناس اللي مش واخده بالها من الاعلام، او مش اول ما ركزش او شافوا مره واحده، هيشوفوا مره كده، من اول ما يشوفوا يبدا يعمل شير. صفحات كبيره تحطها بيبقى فيها بالالاف والكلام ده، وكل الناس دي يشوفوا على ان ده اخواني كذا. طبعا اولا ما كانش مكتوب على جبهته ان هو اخواني، او عشان يعني عشان رفع رابعه يبقى هو اخواني. طبعا دلوقتي الموضوع يعني لو انت لسه مصدق، يبقى خليك مصدق ان كل اللي بيرفعوا اشارات رابعه وكل المتضامنين في العالم كله دول تبع التنظيم الاخواني. خليك مصدق حاجه زي دي. لكن انا عايز اقول لك ان هو